بتوصل كاس العالم، بتدي المهمه لمدرب وطني، بتصعد الى دور ال 16 في كاس العالم، بتاخد دوري الابطال للانديه الوداد، بتاخد دوري ابطال الكؤوس، نهضه بركان بياخدوا السوبر، نهضه بركان بياخدوا بطوله كره القدم النسائيه الحرس الجيش الملكي، وبيصلوا لنهائي كاس افريقيا للسيدات وبيخسروا بصعوبه امام جنوب افريقيا. هذه هي النهضه الكرويه. ده اللي سياده الرئيس كان بيدور عليه النهارده في شربين مع الولاد بتوع كابيتانو. لما رحت المغرب وشفت الملاعب وشفت المشاريع وشفت الانشاءات وشفت الاهتمامات او الاهتمام اللي موجود هناك، قلت الناس دي تستاهل، وعملت لكم حلقه من فتره على اللي بيحصل. يعني ما حدث اليوم من المغرب الحقيقه يستحق عليه كل تحيه، يستحق عليه كل تقدير. عايز بس اوصل رساله لاخواتنا في المغرب، يا جماعه المصريين النهارده كانوا مغاربه. على بقى للحفله يا باشا، حفله بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجه جميله. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الروح دي، ايه الاصرار ده. صدق او لا تصدق، مجموعه فيها المغرب. من يتصدر المجموعه؟ المغرب العربي الشقيق. الجمال ده والحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه المتعه دي. بصراحه بألف صراحه لفريق المغرب، للإدارة الكروية في المغرب، للي ماسكين النظام الكروي في المغرب. المغرب عملت ايه السنة دي؟